بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في الفيديو ده هقول لكم عن كل المعلومات اللي لازم تكونوا عارفينها عن هزاز الخرسانة. مبدئيا كده ده شكل الهزاز، والهزاز بيتكون من جزئين، الجزء الأصفر ده الماتور، والجزء الأسود ده اللي هو بنسميها الزومبا. والزومبا دي هي اللي بتدخل جوه الخرسانة وتهز الخرسانة. أي خرسانة عندنا يا باشمهندسين، سواء كانت خرسانة عادية ما فيهاش حديد أو خرسانة مسلحة فيها حديد، لازم نهزها بالهزاز، وده لأربع أسباب. رقم واحد، بيخلي الخرسانة متجانسة ومتماسكة. اتنين، بيخرج فقاعات الهواء اللي موجودة جوه الخرسانة. تلاتة، بيوزع الخرسانة توزيع منتظم. أربعة، بيدك أو بيدمج الخرسانة. وفايدة دمك الخرسانة إن هي بتزود مقاومة ضغط الخرسانة، يعني بتزود قوة الخرسانة، وبتمنع حدوث تسويس وتعشيش داخل الخرسانة. طيب ايه هي الطريقة الصحيحة لهز الخرسانة بالهزاز؟ الفرماجي اللي هو عامل الصب بيغرز زومبة الهزاز بشكل رأسي جوه الخرسانة على مسافات ما تزيدش عن 50 سنتي. ومهم جدا ان الزومبة تنزل لحد اسفل العنصر اللي بيتصب. يعني مثلا لو بصب سقف رقة الخرسانة فيه 25 سنتي، يبقى الزومبة لازم تنزل 25 سنتي. لو بصب عمود ارتفاعه 3 متر، يبقى الزومبة لازم تنزل جوه العمود بارتفاع 3 متر. طيب بنهز الخرسانة لمدة وقت قد ايه؟ يعني الزومبة بتنزل جوه الخرسانة وقت قد ايه؟ مدة هز الخرسانة بتكون من 3 أو 5 ثواني لحد 30 ثانية. طيب بتتحدد بناء على ايه؟ الفكرة في هز الخرسانة إن فقاعات الهواء اللي موجودة في الخرسانة تخرج منها لما نهزها. فأول ما الفرماجي أو عامل الصب يشوف فقاعات الهواء خارجة من الخرسانة، المفروض يوقف هز خرسانة. ولو كنا بنهز عمود أو كاميرا أو قاعدة أو أي عنصر خرسانة ليه جنب خشب، فأول ما لباني الخرسانة يبدأ يظهر على جنب الخشب، مفروض نخرج الهزاز من الخرسانة. وخلي بالك إنك لو سبت الهزاز جوه الخرسانة مدة طويلة فهيحصل تسويس في الخرسانة. التسويس هنا معناه إن الرمل والأسمنت بينفصلوا عن السن، وفي الحالة دي هنكون ضرينا الخرسانة. في حالة صب أي عنصر على طبقتين، لازم الهزاز ينزل يهز الطبقة الأولى، وبعد كده نرجع نهز تاني الطبقة التانية، بشرط إن الهزاز لما يجي يهز الطبقة التانية لازم يدخل مسافة ما تقلش عن 15 سنتي في الطبقة الأولى. مثال، لو عندي عمود ارتفاعه 3 متر وهصب أول متر ونص من العمود الأول، فلازم أهزهم بعد ما أصبهم، ولما أرجع أصب تاني متر ونص من العمود لازم أنزل 15 سنتي بالهزاز في أول متر ونص صبناه. بس خلي بالك إن الفترة الزمنية بين صب أول طبقة وصب تاني طبقة لازم ما تزيدش عن 30 دقيقة. ممنوع استخدام الهزاز في نقل الخرسانة بعد الفرمجية. علشان يحرك الخرسانة من مكانها ممكن يستخدم زومبة الهزاز بشكل أفقي، وطبعا ده غلط وبيعمل انفصال حبيبي في الخرسانة. والطريقة الصحيحة لاستخدام زومبة الهزاز هي إن هي تكون بشكل رأسي زي ما وضحت لكم في بداية الفيديو. حاول ان زومبة الهزاز ما تلمسش حديد التسليح، لان زومبة الهزاز لما بتخبط في حديد التسليح سلك الرباط بتاع الحديد بيفك واسياخ الحديد بتتحرك من مكانها. في صبة الأعمدة لازم زومبة الهزاز طولها ما يقلش عن 6 متر، علشان لما تنزل جوه العمود توصل لحد اسفل العمود. دايما وانت بتهز الخرسانة ركز على المناطق اللي بيكون فيها كثافة في حديد التسليح، زي منطقة اتصال العمود بالقاعدة واللبشة والكاميرا والسقف. يفضل في أي صب عندك يكون معاك 2 هزاز و2 زومبا، لأن الهزازات أعطالها كتيرة جدا، وفي الغالب لو عندك هزاز واحد وزومبا واحدة هيعطلوا منك في الصب. متوسط سعر الهزاز مع الزومبا بيكون 6000 جنيه، ويومية إيجار الهزاز مع الزومبا بتكون متوسط 400 جنيه.